يا صباح الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري في حلة واحدة بس، من دون مواعين كتير بقى ولا حلل ولا الكلام ده. كل ده هنعمله في حلة واحدة. وكمان هنعمل مع بعض صلصة الكشري الجميلة بكل أسرارها، وكمان هنعمل الدقة والشطة بكل سهولة. يلا بينا بقى نشوف الفيديو مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا. ويلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة عندنا عدس البني، بتجيبيه. تمام. وبعد كده اول حاجة هنعملها في الكشري ان احنا هننقع على عدس بني، هنحط عليه شوية مية مغليين لمدة نص ساعة. تمام. على ما نقلي البصل ونعمل كده هيكون خلاص ان هو اتنقع معايا عشان نكمل باقي الوصفة. حطيت عليه المية السخنة وهركنه على جنب. تمام. هديله بس الاول خالص تقليبة كده عشان خاطر ما يلزقش في القعر. تمام. بس كده هسيبه بقى على الرخامة عندي لغاية لما اعمل البصل. هنا عندي 3 بصلات. تمام. مقطعاهم رفيع قوي كده بنفس السمك ده، مش بقطعه تخين عشان خاطر يبقى مستوي ومقرمش معايا. شايفين السمك؟ لازم كله يبقى نفس السمك عشان خاطر كله ياخد نفس اللون ونفس السوا ونفس القرمشة. بعد كده فرفضتهم بايدي. تمام. عشان خاطر ما يبقاش فيه بصل لازق في بعض، عشان يبقى كله مقرمش ومستوي. هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. يبقى كل بصلة انا بضيف عليها معلقة نشا. هنا دول 3 بصلات قطعاهم، فهضفت على طول 3 معالق من النشا، وهبتدي حولتهم على طول في طبق كبير شوية عشان اعرف ان انا اقلب كويس قوي. وابتديت ان انا اقلبها كويس جدا عشان النشا يدخل في كل البصل، وكمان ابتديت ان انا افكها بايدي كده عشان لو في بصل لازق في التاني يبقى كله مفلفل كده مفرفط. شايفين؟ بس كده. كده البصل جاهز معايا عشان نقليه. هنا بقى في طاسة على النار هنحط كمية زيت كويسة قوي. تمام. شوية زيت كويسين جدا. الزيت ده مش هنرميه، الزيت ده هنعمل بيه كل الكشري، هنعمل بيه الكشري والصلصة والدقة والشطة وكل حاجة، يعني مش هيترمي. بعد ما الزيت بقى هسيبه يسخن كويس قوي، وبعد ما يسخن هروح نازلة بيه البصل. وانا بنزل بالبصل بحاول ان انا افكه بايدي كده وانا بحطه في الزيت عشان خاطر ما يلزقش في بعض، وكمان كل قطعة بصل تكون محمرة حلو قوي. تمام. هسيبه بقى لغاية لما يبتدي ان هو يحمر. هلاقيه خالص هجيب اللي انا هقلب بيها. تمام. ايوه. بعد كده هنبتدي نعمل بالطريقة دي، ان احنا يعني ننزلها في الزيت. مش هنقلب خالص دلوقتي غير لما يبتدي ان هو يحمر بالطريقة دي. شايفين التحميرة؟ انا بقى مش عايزه اغمقه عن كده عشان ما يمررش مني. انا عايزاه ان هو يطلع لونه ذهبي اهو. شايفين اللون الجميل ده؟ هو ده اللون المطلوب، مش فاتح ولا اي حاجه. هو كمان هيطلع مقرمش جدا جدا. بس طلعوه على مناديل مطبخ او في مصفى عشان خاطر ينشف معاكي. شايفين لونه جميل ازاي؟ اهو لونه حلو قوي قوي. لو غمقتيه بقى عن كده هتلاقيه طعمه ان هو مرر معاكي وطعمه مبقاش حلو. فانت لازم تطلعيه باللون ده. تمام. اللون الذهبي الحلو ده. بس كده. بعد كده هنحط برضو الدور التاني بتاع البصل بنفس الطريقة. طبعا البصل بتاع الكشري ده بيخلي الكشري في حتة تانية خالص. وكمان الزيت ده كنز في الكشري. بنحمر الاول خالص البصل عشان خاطر ناخد الزيت بتاعه ده عشان نعمل منيه الرز بقى، ونعمل كمان الصلصة بيبقى طعمها خطير قوي بالزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. تمام. شايفين اهو كده البصل جاهز معانا، طلعته على مناديل بالطريقه دي كده. شايفين؟ مقرمش جدا 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 جدا، وكمان حلو قوي، وكمان مش فاتح ولا اللي هو طري، لا مقرمش، وكمان لونه جميل جدا. هنا بقى برشيت عليه شويه ملح كده واديت له تقليبه بالراحه خالص بايدي عشان ما يتكسرش. وهسيبه بقى لغايه لما اكمل باقي الكشري بتاعي. تاني حاجه هنعملها مع بعض الصلصه. الصلصه هناخد شويه من الزيت اللي احنا قلينا فيهم. تمام. حطيته في طبق كده وابتديت اخد منيه شويه من الزيت عشان الصلصه. اول ما الزيت بتاعي يسخن هنزل على طول بالبصله. بصلايه صغيره جدا جدا مقطعاها رفيع، مكعبات صغيره قوي ورفيع فرماها.
طبعا صلصة الكشري بتتحط لها بصلة يا جماعة، يعني في ناس بتعملها بالتومة بس برضو مش بتبقى زي بتاعة المطاعم. بتاعة المطاعم بتحط لها بصلة، بس بصلة صغيرة قوي، بتديها طعم حلو. هفضل برضو اقلب في البصلة لغاية لما تبتدي ان هي خلاص هتاخد اللون الذهبي. قبل ما تدخل في اللون الذهبي هنزل عليها بمعلقة من الثوم صغيرة، معلقة شاي صغيرة. هنزل بمعلقة منيها توم مفروم، وهقلبها كويس قوي قوي. هقلب البصل مع الثوم كويس جدا لغايه لما يدخلوا في اللون الذهبي. انا مش بحمر البصله جامد، يا لا، اول ما الثوم بتاعي ياخد اللون الذهبي والبصله تاخد اللون الذهبي ويبقى بنفس اللون الجميل ده كده، كده جاهزه معايا. هروح انزل على طول بايه، باقي المكونات بتاعتي. ايه بقى اللي بيخلي صلصه الكشري حلوه؟ اللي انا هعمله دلوقتي، الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي، بضيف على طول شويه خل. يعني ممكن 3 معالق كبار خل، او يعتبر ربع كوبايه صغيره من الخل، تمام، على البصله والثوم. الريحه بقى، شم الريحه في اللحظه دي، الريحه جميله جدا، هتقلب معاك البيت كله بجد. الريحه خطيره. هنديها غلوه كده بسيطه، وهروح جايبه كيس صلصه او معلقه صلصه جاهزة، وهنزل بيها على طول على البصل والثوم والخل، وهديله تقليبة كويس قوي. وطبعا انا مجهزة طماطم، عصير طماطم بس تقيل شوية، ضربة طماطم بشوية مية صغيرين قوي في الخلاط ومصفياهم، وهنزل على طول فوق البصل بالعصير الطماطم اللي انا ضرباه. تمام، بس اضربيه تقيل، حطيله شوية مية صغيرين قوي في الخلاط واضربيه. بس كده هسيبهم بقى يتسبكوا كويس قوي قوي، وبعد كده الصلصه بتاعتي هتبقى جاهزه. الاول خالص هنحط المقادير بتاعتنا. البهارات عباره عن معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. تمام، بهاراتنا سهله جدا جدا جدا، مفيش اي حاجه فيها صعبه. ومعلقه كمان صغيره من الملح، وكمان معلقه من السكر. دي مهمة جدا عشان خاطر طبعا الحموضة بتاعة الطماطم، وكمان بتدي طعم حلو قوي للصلصة بتاعة الكشري. معلقة السكر ومعلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كزبرة، وهديله تقليبة كويس قوي مع البهارات كلها، وهسيبها على النار، تمام، نار متوسطة لغاية لما تغلي وتتسبك كويس جدا. وهوريكم لغاية لما تتسبك، ما بتاخدش اي وقت خالص. تسيبيها تغلي على النار بتاع 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي، وهتبقى بالجمال ده كده الصلصه بتاعتي جاهزه. اول ما تتسبك وتتقل كده، شايفين تقلت ازاي، وشايفين لونها خطير، وكمان ريحتها كانت حلوه قوي. تمام، طبعا بتدوقيها بالظباط الملح بتاعها كده الصلصه بتاعتي جاهزه. تاني حاجه بقى، تالت حاجه هنعملها، هنعمل مع بعض الدقه. الدقه بتاعت التوم دي برضو اساسيه في الكشري المصري. اول حاجه حطيت شويه زيت من برضو اللي انا قاليه فيهم البصل، ونزلت على طول بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. انا مش هحمر الثوم خالص، لا، انا هديله تشويحه بس سريعه كده. على ما اجيب الخل، انزل بربع كوبايه من الخل على الثوم على طول، يعني انا ما اديتش اي لون خالص للثوم، قلبته تقليبه كده مع الزيت، ونزلت بربع كوبايه من الخل، وغاليه ميه في الكتل، وهنزل على طول بالميه المغليه. تمام، وبعد كده بقى هنقلب الكلام ده كله، وهننزل بقى بالبهارات. البهارات بتاعتي هنا ربع معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره كامله من الكمون، كمون جميل جدا في الدقه، ومعلقه من الكزبره الناشفه، وكمان معلقه من الملح. و طبعا هنقلب الكلام ده كله الاول. بس كده انا كده مطفيه النار وكل حاجه، هنا طفيت النار وتمام جدا، وظبطت الملح كمان. هنا بقى نص ليمونه كده وعصرتها، وخلاص كده الدقه بتاعتي جاهزه وجميله جدا، طعمها حلو قوي. لو ناقصه ملح ظبطي الملح بتاعها وهتبقى معاكي جاهزه. نيجي بقى الخطوه اللي وراها، هنعمل مع بعض الشطه. الشطه دي جميله جدا، بتفتح النفس كده في الكشري. حطيت برده شويه زيت من اللي انا قاليه فيهم البصل، ومعلقتين صغيرين من الشطه، او معلقه كبيره من الشطه، وهسيبهم مع الزيت شويه كده، تتشوح شويه مع الزيت. طبعا تكوني بعد وشك كده من على النار، عشان خاطر الشطه ريحتها بتطلع شديده. انا كنت في اللحظه دي لابسه كمامه عشان خاطر الشطه. فهنسيبها بس ايه تتشوح شويه مع البصل، مع الزيت اسفه.
وبعد كده نزلت على طول بكبشتين من الدقة اللي انا عاملاهم، وبعد كده هنزل برضو بكبشتين من الصلصة اللي انا عاملاها في الاول خالص. تمام، شايفين بتغلي ازاي؟ هنزل برضو بكبشتين من الصلصة. كده الشطة بتاعتي جاهزة، طعمها خطير جدا، بتدوقيها لو ناقصة ملح بتزودي الملح بتاعها وتظبطيه، مفيش اي مشكلة. بس كده هديله تقليبة كويس قوي. وبعد كده الشطة بتاعتي جاهزة والدقة جاهزة والصلصة جاهزة والبصل جاهز. كده فاضل ايه؟ فاضل الرز والعدس والمكرونة. هنجيب حلة على النار. تمام، هنحط برضو شوية من الزيت، شوية حلوين يعني كده من الزيت اللي احنا قليين فيهم البصل، شوية كويسين. وبعد كده هنزل الاول خالص بشوية من الشعرية. انا هعمل بقى الكشري نفسه في كله ده في حله واحده، يعني مش هسلق العدس لوحده ولا المكرونه لوحدها، لا، كل ده هيتعمل في حله واحده، توفير للوقت، وكمان بيبقى الطعم واخد كله كده من بعض، وبيبقى الطعم حلو قوي. هنا هحمر الشعريه الاول خالص لغايه لما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، مش بغمق لون الشعريه، انا بخليها تاخد اللون الذهبي الفاتح اهو اللون ده. وبعد كده على طول بجيب بقى المكونات، هجيب العدس بتاعي صفيته من الميه كويس قوي، وبعد كده نزلت على طول بيه على الشعريه وشوحتهم كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بقى هنجيب الرز مع بعض. طبعا العدس انا الاول خالص نقعته عشان خاطر ما ياخدش وقت في السوى. بعد كده جبت الرز اهو غسلته كويس، وبعد كده نزلت بيه على العدس والشعريه وهقلبهم كويس جدا، اشوحهم مع بعض الاول خالص. بعد كده هننزل باخر مكون وهو المكرونه. المكرونه المفروض بتحطي مكرونه صغيره ومكرونه كمان سباكيتي، في صغيره اللي هي متنيه شويه دي زي اللي انا حطيتها، وفي صغيره اللي هي الخواتم الصغيره خالص. انا حطيت الصغيره دي عشان كان متوفر عندي، وما كانش متوفر عندي سباكيتي فاستغنيت عنها. مفيش اي مشكله، لو عندك سباكيتي حطي، مش عايزه تحطي انا ما كانش متوفر عندي عشان كده ما حطيتهاش. تمام، بس برضو عادي خالص، الكشري هيطلع معاكي جميل. تمام، هنا اللي شوحتها كويس قوي لمده دقيقتين كده على النار، كل المكونات مع بعض. بعد كده هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، معلقه صغيره من الكمون، نفس البهارات اللي نزلت بيها في كل الصلصه والدقه وكله، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه ملح، وبس كده. وهننزل على طول بالميه، بس هنديها تقليبه الاول خالص مع البهارات. هشوح كويس قوي الرز والعدس والشعريه والمكرونه مع البهارات، بس كده. بعد كده طبعا انا بتغلي ميه في الكاتل عندك، انا كنت غاليه ميه في الكاتل ونزلت على طول بميه مغليه. انا بفضل ان الرز تنزل له ميه مغليه، تمام، عشان خاطر ما يعجنش منك. طبعا هنا ما كترتش الميه برضو، يعني حطيت الميه فوق الرز بشويه كده. تمام، بس كده، وظبطت الملح وتمام. اول ما غليت الغلوه دي بروح مغطياها بالغطا بتاعها وبهدي النار خالص لغايه لما الكشري بتاعي بيستوي وبيبقى جميل جدا، ربع ساعه وبيبقى مستوي. هنا بعد ربع ساعه فتحت عليه واهو شايفين مفلفل ومش معجن ولا اي حاجه، ومستوي جدا جدا. المكرونه مستويه، العدس مستوي، الرز مستوي، الشعريه مستويه، كله مستوي. كان كمان الريحه بتاعت البهارات حلوه جدا، وطعم الكشري كان جميل قوي. هنا بقى كان خلاص خلصنا بقى حاجتنا، الصلصه والبصل والكشري والدقه. هنا بقى هنغرف الكشري الجميل بتاعنا. جبت طبق غويط. تمام، طبعا بنجيب طبق غويط عشان خاطر عشان نعرف طبعا ان احنا نحط الصلصه ونقلب بقى وكده. جبت طبق غويط وغرفت فيه الكشري. شايفين الكشري عظمه ازاي؟ كل ده في حله واحده يعني. الرز بدل ما تسلق المكرونه في حله وتسلق العدس في حله طب ليه؟ طب حطهم كده على بعض، هتلاقي طعم العدس والرز والمكرونه كل كده بقى في طعم بعض، طعمهم حلو جدا. بعد كده هحط على طول البصل. طبعا البصل ده بيودي الكشري في حته تانية خالص. هحط شويه بصل حلوين قوي كده، انا بحب البصل كتير على الكشري. وبعد كده هنحط من الصلصه. طبعا الشطه انا مش هحط مني عشان ده اختياري، اللي حابب يحط يحط.
هنا حطيت يعني كبشه كده من الصلصه بتاعتنا الجميله، كان طعمها حلو قوي. وديت رشه تاني من البصل فوق الصلصه. وبعد كده غسلت المغرفه بتاعتي، وهاخد كمان مغرفه من الدقه. تحفه بجد، طعمها كان رهيب. الكشري ده كان طعمه احلى كمان من بتاع المحلات، جربوها بس بنفس الطريقه دي وهتعجبكم. جربوا برضو الصلصه بالبصله الصغيره كده، حابين تعملوها بالثوم بس براحتكم. بس هو انا متعوده ان الصلصه بتاعه الكشري حتى في المحلات بره بتبقى بالبصله، يعني بتحط لها بصل. تمام، ادي الدقه وادي الشطه وادي كمان الصلصه بتاعتنا الخطيره. شايفين لون الشطه، شايفين لون الصلصه بتاعه الكشري بتبقى تقيله بالطريقه دي. وده طبق الكشري العظمه الجميل ده. طبعا مش هتشبعي منه، هتفضلي بقى تخلصيه وتحطي تاني. بألف هنا وشفا. جربوه وقولوا لي انتوا رأيكم ايه. وكمان قولوا لي انتوا بتعملوا الصلصه ازاي بتاعه الكشري في التعليقات. لو عجبتكم الوصفه بقى متنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتعليق حلو منيكم. واشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد.